ازيكم يا ابطال؟ النهارده هنكمل الجزء الثاني من تمارين 2 على درس الفترات والعمليات عليها، وهنحل اسئله تثبت المعلومه اكتر واكتر. وبصراحه انا مستغربه ليه ما بتكتبوش رايكم في التعليقات. يعني لو في جزء فعلا مش فاهمينه قولوا لي في التعليقات وانا هعيده لكم مره واثنين وثلاثه، ولو فاهمين كل الاجزاء ليه مش بتكتبوا تعليق يشجعنا نكمل معاكم؟ ويلا بينا نبدا على طول. هنبدا من الجزء الخامس. مديني قيمه اكس واي وعايزني احقق له اول حاجه اكس اتحاد الواي. تعالى نرسم اول حاجة على خط الاعداد. الواي بيقول لي من -1 مقفول لل3 مفتوح، يبقى هنحط هنا -1 مغلق وال3 مفتوحة. والاتنين في الاكس بقى من 2 ل5، الاتنين بيقول لي استنى نوصل دول، بيقول لي من الاتنين مغلقة رايحة لل5 مفتوحة وهنوصلهم ببعض. يعني ايه اتحاد؟ قلناها قبل كده في الفيديو بتاع التمارين وفي فيديو الشرح. الاتحاد بناخد الجزء الاولاني والجزء اللي في الاخر اللي هو -1 والخمسة. طب هناخدهم ايه؟ الخمسة مفتوحة هنسيبها مفتوحة، -1 مغلق هنسيبه مغلق. السؤال التاني بيقول لي اكس تقاطع الواي. نعمل برضو على خط الاعداد من -1 مغلق رايح لل3 مفتوحة وهنوصلهم ببعض. والاكس بتقولي من 2 مغلق رايح لل5 مفتوحة وهنوصلهم ببعض. يعني ايه تقاطع؟ يعني الجزء اللي بيتقاطع فيه الواي والاكس، يعني الجزء اللي هما الاتنين مشتركين فيه اللي هو الاتنين مغلق و3 مفتوحة اللي هو الجزء ده. وسؤال 3 بيقول لي اكس فرق الواي. يعني ايه اكس فرق الواي؟ يعني الحاجة اللي موجودة في الاكس ومش موجودة في الواي. نرسم خط الاعداد. -1 مقفول رايح لل3 مفتوحة وهنوصلهم ببعض، والاتنين مغلقة رايحة لل5 مفتوحة وهنوصل لبعض. قلنا يعني ايه اكس فرق الواي؟ يعني الحاجة اللي موجودة في الاكس ومش موجودة في الواي. طب ايه اللي موجود في الاكس ومش موجود في الواي؟ ال3 مغلقة، خدنا 3 مغلقة لان هي ايه كانت موجودة في الواي بس مفتوحة، فاحنا هتبقى موجودة معانا في الاكس. وكمان ال5 بس مفتوحة اللي هو الجزء ده. في سؤال رقم 4. عملت لكم خط الاعداد على طول عشان الفيديو ما يطولش عليكم. اول حاجه بيقول لي ان الواي فرق الاكس، يعني الحاجه اللي موجوده في الواي ومش موجوده في الاكس. طب هنا ايه اللي موجود في الواي ومش موجود في الاكس؟ دي كده قيمه واي من 3 ل-1. ده انا عايز اللي موجود في الواي بس ومش موجود في الاكس، الجزء اللي هو هنا ده من 2 ل-1. طب هناخدهم مقفولين ولا مفتوحين؟ -1 كان مقفول فهيبقى معانا عشان هو ايه في الواي. طب الاتنين دي موجودة في الاكس ومقفولة، يبقى انا مش عايزها، انا عايز الحاجة اللي موجودة في الواي بس، فهتبقى الاتنين مفتوحة. رقم 5 بيقول لي عايز مكملة الاكس، فانا هرسم الاكس بس. يعني ايه مكملة؟ يعني الجزء اللي بيكمل الاكس، يعني الجزء اللي هو من الناحية دي ده واللي هنا كمان. يعني طب اللي هنا ايه؟ هنا ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية. يعني لو خدنا الجزء ده فهيبقى من 5 مفتوح الى الملا نهاية، بس ال5 مش هتبقى مفتوحة، ال5 هتبقى مغلقة. مين يقول لي اشمعنى ال5 كانت مغلقة؟ لان هي هنا في الاكس اصلا كانت مفتوحة فانا عايزها، يبقى ال5 مغلقة الى ما لا نهاية، والما لا نهاية ايه؟ دايما مفتوحة. اتحاد من سالب ما لا نهاية مفتوحة، لان دايما سالب ما لا نهاية مفتوحة للاتنين. طب الاتنين هتبقى مغلقة ولا مفتوحة؟ هتبقى مفتوحة لانها هنا كانت موجودة في الاكس وانا عايزة اللي بتكملها. طب الواي، مكملة الواي ايه هي مكملة الواي؟ الجزء اللي هنا والجزء اللي هنا زي المرة اللي فاتت، وهنا ما لا نهاية وهنا سالب ما لا نهاية، فهتبقى ايه؟ سالب ما لا نهاية مفتوحة -1 مفتوح، اتحاد ال3 مغلقة والما لا نهاية مفتوحة. ندخل في سؤال رقم 6. نفس الفكرة، مديني قيمة للA وقيمة للB وعايز الاتحاد والتقاطع والفرق وهكذا. تعالى نمسك اول حاجة، عايزني اجيب له الA اتحاد الB. نعمل ايه اول حاجة؟ نرسم على خط الاعداد. الA من -5 مفتوح لعند ما لا نهاية، ومن 2 مغلق رايحة للسالب ما لا نهاية. ويعني اتحاد يعني اول جزء لاخر جزء. هتقولي طب ما هو مفيش، هي مش واقفه عند نقطه. هقولك طب ما فيها ايه؟ ما في ما لا نهايه وفي سالب ما لا نهايه، هنحط هنا سالب ما لا نهايه والما لا نهايه وهيبقوا الاتنين مفتوحين. التقاطع عايز ايه؟ تقاطع البي. نرسم على خط الاعداد. انا هرسم لكم ال3 دول والاتنين التانيين هيجوا مرسومين على طول وهنبدا شرح عليهم، فركزوا معايا في الرسمه، هي ما فيهاش حاجه. انا الايه من سالب 5 اهيت مفتوحه رايحه لفين؟ رايحه للما لا نهايه، والبي من سالب ما لا نهايه للاتنين، هنحط الاتنين مغلقه رايحه للسالب ما لا نهايه.
طب يعني ايه تقاطع؟ الجزء اللي هما الاتنين متقاطعين فيه، اللي هما الاتنين مشتركين فيه، من -5 مفتوحة رايحة للاتنين مغلق، اللي هو الجزء اللي هما الاتنين مشتركين فيه اللي هو ده. سؤال رقم التالت اللي هو بيقول لي ايه فرق البي. نرسم على خط الأعداد. هنا ايه؟ -5 مفتوحة رايحة للما لا نهاية، والاتنين مغلقة رايحة لسالب ما لا نهاية. طب هو عايز ايه؟ عايز ايه فرق البي، يعني ايه الحاجة اللي موجودة في الايه ومش موجودة في البي، اللي هو من 2 مفتوحة. ايه هو اللي موجود؟ انا عندي الجزء دوت اللي هو الايه، وده اللي هو البي. ايه اللي موجود في الايه ومش موجود في البي؟ من اول الاتنين رايح للما لا نهاية، والاتنين مفتوحين. ليه خدنا الاتنين مفتوحة؟ لان هي موجودة في البي فانا مش عايزاها، فعشان كده خدتها مفتوحة. ندخل في اللي بعده، البي فرق الايه. يعني ايه البي فرق الايه؟ يعني الحاجة اللي موجودة في البي ومش موجودة في الايه. انا اول حاجة رسمنا على خط الاعداد من سالب ما لا نهاية من -5 للما لا نهاية، ودي قيمة الايه، ومن سالب ما لا نهاية للاتنين، ودي قيمة البي. ايه اللي موجود بقى في البي ومش موجود في الايه؟ من اول السالب ما لا نهاية للسالب 5، -5 مقفولة والسالب ما لا نهاية مفتوحة، اللي هو الجزء ده اللي هو الوحيد اللي مش موجود في الايه. طب الايه مكملة. الايه لما تبقى مكملة هعمل ايه؟ هرسم على خط الاعداد برضو. طب ايه هي اللي مكملة الايه؟ من اول السالب ما لا نهاية، دي المكملة الايه اللي هو من هنا ده، من سالب ما لا نهاية للسالب 5. طب السالب 5 اخدها مفتوحة ولا مقفولة؟ مغلقة، لان هي هنا مفتوحة يعني مش موجودة في الايه، فانا عايزاها المكملة ليها، هتبقى السالب 5 مقفولة، السالب ما لا نهاية مفتوحة. في سؤال رقم 7 مديني قيمة A وقيمة B وعايز كام حاجة. أول حاجة عايز ايه؟ فرق البي. يعني ايه فرق البي؟ يعني حاجة الموجودة في الA ومش موجودة في البي. أول حاجة بنعملها بنرسم على خط الأعداد من -1 مغلق رايح لل3 مغلقة وهنوصلهم ببعض، ومن سالب ما لا نهاية لل3 والاتنين مفتوحين، يبقى هنا ال3 مفتوحة رايحة للسالب ما لا نهاية. طب ايه اللي موجود هنا بقى في الايه ومش موجود؟ هتقولي ده دول الاتنين تحت بعض. هقولك بس خدت بالك ان ال3 في الايه مقفولة وفي البي مفتوحة، يبقى هي ايه؟ ال3. تاني حاجة البي فرق الايه. نعمل ايه؟ نرسم على خط الاعداد -1 مقفول رايحة لل3 مقفولة، ومن 3 مفتوحة رايحة للسالب ما لا نهاية. جميل. وديت الايه ودي البي. ايه اللي موجود في البي ومش موجود في الايه؟ من اول السالب ما لا نهاية واحنا ماشيين، يعني من -1 واحنا ماشيين عند السالب ما لا نهاية، يعني يبقى من سالب ما لا نهاية للسالب 1، السالب ما لا نهاية مفتوحة والسالب 1 مفتوح. طب الايه؟ اتحاد البي. نرسم على خط الاعداد -1 مقفول وال3 مقفولة ونوصلهم ببعض، بعد كده ال3 مفتوحة رايحة لسالب ما لا نهاية، ودي الايه ودي البي. عايز الايه؟ اتحاد البي، يعني اول حاجة من الناحية دي واول حاجة من الناحية التانية، اللي هما ايه؟ اللي هما من سالب ما لا نهاية لل3، والتلاتة مغلقة والسالب ما لا نهاية مفتوحة. عاوز بعد كده الايه؟ تقاطع البي. رسمناها علشان الوقت بتاع الفيديو. ايه تقاطع البي؟ يعني الجزء اللي هما الاتنين مشتركين فيه، اللي هيبقى من -1 لعند ال3، يبقى من -1 لل3، والسالب 1 هيبقى مقفول وال3 هتبقى مفتوحة. بعد كده عايز مكملة البي. يعني ايه مكملة البي؟ الاجزاء اللي بتكمل البي، اللي هو الجزء اللي هنا ده، يعني هيبقى من 3 مقفولة ولا مفتوحة؟ هتقولي مقفولة. شطور، لان هنا ايه؟ كانت مفتوحة يعني ما كانتش موجودة، بقت موجودة فايه؟ خليناها مقفولة. ومن سالب ما لا نهاية لانها ما لا نهاية دايما مفتوحة. ندخل بقى في سؤال رقم 8. طب السؤال ده نحله ازاي؟ جاي يقولك -1 لل4 مغلقين تقاطع من 2 ل5. نعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها برضو ان احنا هنرسم على خط الاعداد. هنرسم ايه؟ من -1 مغلقة رايح لل4 مغلق وهنوصلهم ببعض. وتاني حاجة بيقول لي من 2 ل5، من 2 رايحة لل5 وهما الاتنين برضو مغلقين. طب يعني ايه تقاطع؟ يعني الحتة اللي هما الاتنين موجودين فيها، اللي هو الجزء ده من الاخر، اللي هو من 2 ل4 وهما الاتنين مغلوقين. سؤال رقم 2 نرسم برضو على خط الاعداد من -1 رايح لل4 ومن 2 رايحة لل5.
وهنوصل لبعض. عايز المرة دي الاتحاد اللي هو ايه؟ اول حتة واخر حتة، اللي هو يبقى من -1 ل5. وايه الاتنين لو هما مقفولين هناخدهم مقفولين، لو هما مفتوحين هناخدهم مفتوحين زي ما هما بناخدهم. سؤال رقم 3، نرسم على خط الاعداد من -2 مفتوحة وهنوصلهم ببعض. وبعد كده بيقول لي من الصفر، هنقول هنا مثلا الصفر مفتوح رايح لإيه؟ الواحد هنا برضو مفتوح وهنوصلهم ببعض. عايز بقى التقاطع بتاعهم، الجزء اللي هما الاتنين مشتركين فيه، اللي هو ايه؟ الجزء الزغنطوط ده اللي هو هيبقى من 0 ل1 الاتنين فيهم مفتوحين. ندخل في سؤال رقم 4، نرسم برضو على خط الأعداد. بيقول لي من -2 مفتوحة رايحة ل3 مقفولة وهنوصل لبعض. وبعد كده من الصفر مفتوح رايح للواحد مفتوح. جميل. عايز اتحادهم، يعني ايه؟ اول واحدة واخر واحدة، يبقى تبقى من -2 ل3. -2 ايه؟ مفتوحة، وال3 ايه؟ مقفولة، كل واحدة بنفس الحاجة بتاعتها. سؤال رقم 5، هنرسم على خط ايه؟ الاعداد. هنا مقفول من -3 رايح ل5 مفتوحة وهنوصلهم ببعض. وبعد كده من 2 مفتوحة رايحة ل7 مفتوحة. جميل. هو عايز ايه؟ اتحاد، يعني اول جزء لاخر جزء يبقى من -3 ل7، ونفس الحاجة -3 كانت ايه؟ مقفولة، وال7 كانت مفتوحة، تبقى مفتوحة زي ما هي. طبعا لو هو قال لي من غير خط الاعداد انا كنت ممكن احلها على طول من غير خط الاعداد في ثانيه. هنقول هنا هتبقى من -3 مقفوله و7 مفتوحه، اول واحده واخر واحده. ولكن لو هو قايل لي لازم بخط الاعداد يبقى انا لازم ارسم. سؤال رقم 6، نرسم خط الاعداد. وبعد كده بيقول لي من 0 مفتوح رايح ل5 مفتوحه ونوصلهم ببعض، وال3 مفتوحة رايحة ل7 مقفولة. جميل. عايز ايه بقى؟ عايز الاول جزء دوت فرق الجزء التاني، يعني ايه اللي موجود من 0 ل5 ومش موجود من 3 ل7، اللي هو الجزء ايه؟ من 3 ل0. يعني هيبقى من 3 للصفر، والصفر هيبقى الاول لان هو صغير، وهيبقى الصفر مفتوح وال3 مقفولة. في سؤال 7، وهنقوم رسمين خط الأعداد من 2 مقفولة رايحة ل5 مفتوحة، دي أول جزء. تاني جزء من -2 مفتوح رايح ل3 مقفولة. وعايز الاتحاد، فاحنا بنختار أول واحد وآخر واحد، فيبقى من -2 ل5 ونفس الحاجة. يعني لو ال5 مفتوحة هناخدها مفتوحة، لو هي 5 مقفولة هناخدها مقفولة، فهتبقى من -2 ل5 والاتنين مفتوحين. ندخل في سؤال 8، بيقول لي نرسم برضو بنفس الحاجة على خط الأعداد. الاتنين مقفولة رايحة ل7 برضو مقفولة، ومن 3 ل8 ال3 مقفولة رايحة ل8. يبقى هنكبر الخط بقى، رايحة ل8 مفتوحة. كده هنشيل الخط اللي في النص ونبدأ نكمل. يبقى من 3 رايحة عايز اللي موجود في 2 وال7 ومش موجود من 3 وال8، اللي هو انه الجزء ده من 2 ل3. 2 مقفولة وال3 ايوه شطار مفتوحة، عشان هي مش موجودة في الجزء بتاع ال3 وال8، لازم تكون ايه؟ مفتوحة. ندخل في سؤال رقم 9، وهنقوم برضو رسمين خط الاعداد. بيقول لي من -1 مفتوح رايح ل3 مفتوحة، وهنقوم رسمينهم على خط الاعداد. بعد كده بيقول لي من -5 مفتوحة رايحة ل1 مقفول. جميل. عايز بقى ايه؟ عايز التقاطع، يعني الجزء دوت اللي هو ايه؟ بيتقاطعوا فيه، يبقى من -1 ل1 الواحد مقفول و1 مفتوح، بناخدهم بنفس الحاجة بتاعتهم. السؤال رقم 10، يلا نرسم على خط الاعداد. بيقول لي من -3 مغلق رايح للصفر مفتوح، وبعد كده من الصفر مفتوح تاني رايح للاتنين مفتوحة. عايز بقى الاتحاد، يعني ايه الاتحاد؟ الجزء الاولاني والجزء اللي في الاخر، اللي هو من هنا للهنا. ولكن لو خدت بالك انا عندي الصفر مفتوح في اول جزء وفي تاني جزء، يبقى الصفر مش معانا. يبقى هنقول من -3 لل2، والسالب 3 هتبقى مقفولة والاتنين هتبقى مفتوحة عادي. فرق ايه؟ فرق الصفر، لان الصفر ما كانش معانا في الاتنين. هنا الاتنين كانوا ايه؟ الصفر عندهم مفتوح. سؤال رقم 11، يلا نرسم على خط الاعداد. بيقول لي من -3 مفتوحة رايحة للصفر
مغلق، دي اول جزء. الجزء التاني بيقول لي من الصفر بقى المرة دي مفتوح رايح للاتنين مفتوح. جميل. عايز التقاطع ما بينهم، هل هم متقاطعين في جزء؟ فكر كده شوف، هل هم متقاطعين في جزء؟ خالص. هتقولي ايه؟ يبقى فاي. سؤال 12 بيقول لي نرسم برضو على خط الاعداد من الواحد مغلق رايح للاتنين مغلق، ده اول جزء. المفروض كنا نرسمه الناحية دي شوية بس يلا بقى. وبعد كده بيقول لي من سالب الاتنين هنعتبره هنا مغلق رايح للأربعة مغلق. وهو عايز ايه؟ عايز الفرق ما بينهم، يعني ايه الحاجة الموجودة في الواحد والاتنين ومش موجودة في السالب اتنين والأربعة. في حاجة برضو موجودة، يعني في حاجة موجودة في واحد واتنين ومش موجودة في السالب اتنين وأربعة؟ بالعكس، ده كلهم موجودين في بعض، يبقى برضو فوق. ندخل في سؤال رقم 13. تعالى نرسمه على خط الأعداد. أول حاجة من سالب اتنين مغلق رايح للأربعة مغلقة ونوصلهم ببعض. وبعد كده بيقول من واحد للاتنين وبرضو الاتنين مغلقين، يبقى من واحد رايح للاتنين ومغلقين. جميل. هو عايز ايه؟ عايز السالب اتنين والأربعة دي ايه الحاجة اللي موجودة فيهم ومش موجودة في الواحد والاتنين؟ يبقى هو ايه؟ الجزء ده والجزء الصغنن اللي هنا ده. يبقى ده نكتبه ازاي بقى؟ هنقول من سالب اتنين للواحد، والسالب اتنين مقفولة، الواحد هتبقى مفتوحة لان احنا مش عايزين حاجة موجودة في الواحد والاتنين. اتحاد من الاتنين رايحة للأربعة مغلقة. طب السؤال رقم 14. تعالى نرسم برضو على خط الأعداد. أول حاجة بيقول لي من سالب واحد مغلق رايح للأربعة مغلق. جميل. هنوصل لبعض. وبعد كده من 5 احنا برضو هنضطر نمسح هنا، يبقى بيقول لي في 14 من 5 مغلقة رايحة للسبعة مفتوحة وهنوصل ببعض. عايز ايه؟ عايز الجزء اللي هما الاتنين موجودين فيه اللي هو تقاطع. هل في حاجة ده في حتة وده في حتة، في حاجة هما اتقاطعوا فيها؟ لا، يبقى فاي. سؤال رقم 15. هنعمل ايه؟ اول حاجة نرسم على خط الاعداد من سالب واحد مغلق رايح للخمسة برضو مغلقة. جميل. هنوصل اول حاجة دول ببعض. وبعد كده من سالب واحد مفتوح رايح للخمسة مفتوح. ماشي. عايز ايه بقى في السؤال؟ عايز الحاجة اللي موجودة من سالب واحد للخمسة ومش موجودة من سالب واحد للخمسة ولكن هما ايه؟ مفتوحين. فهتبقى ايه؟ من سالب واحد للخمسة. سهلة، لان هما ايه؟ هنا موجودين في اول جزء لانهم كانوا مقفولين، في الجزء التاني كانوا مفتوحين فهم مش موجودين. فيبقى ايه الجزء اللي موجود هنا ومش موجود هنا؟ هو السالب واحد للخمسة. طب 16 بيقول لي مديني قيمة الاكس من 4 مقفولة للخمسة مفتوحة. عايز بقى الاكس المكملة، يعني احنا كده هتبقى صعبة علينا. مثلا هنرسم على خط الاعداد، هنحط الأربعة مغلقة رايحة للتمانية مفتوحة وهنوصلهم ببعض. دي كده قيمة الاكس. انا عايز اكس المكملة، يعني الجزء اللي الناحية دي دوت والجزء ده. وهنا طبعا احنا عارفين السالب ما لا نهاية، وهنا الناحية دي سالب، وهنا الناحية دي ما لا نهاية. جميل. طب نعملها ازاي؟ هيبقى من سالب ما لا نهاية، وطبعا دي مفتوحة رايحة لفين؟ رايحة للأربعة مفتوحة. اتحاد من 8 مغلقة رايحة للما لا نهاية مفتوحة. وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني من حل تمارين درس الفترات والعمليات عليها، ودي كان عشان نفهم الحل خطوة بخطوة وبطريقة سهلة. استنونا في الشرح والحلول الجاية ان شاء الله. ولو حابين تكملوا معانا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وسيبوا تعليق تقولوا رأيكم فيه وتشجعونا كمان.